بدون أي شك راجل محدش يقدر يتخيل إنه هيكون أخطر جواسيس الموساد. في بداية السبعينات مصر كانت عايشة أخطر فترات تاريخها. الكلام إن البلد خارجة من هزيمة من 67، والجيش بيحاول يبني نفسه من جديد، وأجهزة الدولة كلها شغالة تحت ضغط رهيب، لأن أي معلومة وقتها حتى لو كانت صغيرة كانت ممكن تغير مصير حرب كاملة. لكن في وسط الجو ده كان في راجل بيتحرك بهدوء داخل مؤسسة الرئاسة، بيدخل ويخرج بدون أي شك. راجل محدش يقدر يتخيل إنه هيكون أخطر جواسيس الموساد اللي قدروا يقربوا من دوائر الحكم في مصر بالشكل ده. الراجل ده اسمه علي خليل العطفي، ودي شخصية قصتها في الحقيقة أغرب من أي فيلم تجسس، لأنه ببساطة ما كانش ضابط ولا مسؤول كبير ولا حتى دبلوماسي عنده صلاحيات كبيرة، لكنه كان المعالج الطبيعي والمدلك الخاص للرئيس الراحل أنور السادات. ودي لوحدها كانت كفيلة تفتح له أبواب محدش يقدر يقرب منها أصلا. طيب مين هو علي العطفي؟ اتولد سنة 1922 في حي السيدة زينب بالقاهرة، والراجل ده كانت حياته بسيطة جدا وما فيهاش أي ملامح تقول إن الراجل ده هيوصل في يوم من الأيام لقصر الجمهورية. خد الشهادة الإعدادية وبعدها ساب التعليم واشتغل في كذا شغلانة بسيطة ساعتها علشان يعرف يعيش. فاشتغل صبي في بقالة وبعدها اشتغل في صيدلية، وهناك بقى حصل موقف غير حياته بالكامل. واحد من الزباين اشتكى من ألم في رجله وطلب منه يدلك له رجله، وبعد ما خلص اداله بقشيش كبير قوي. اللحظة دي خلت العطفي يفكر في الشغلانة وإن المهنة دي بالذات ممكن تنقله نقلة تانية، وبدأ فعلا يتعلم التدليك والعلاج الطبيعي بشكل علمي. اشتغل مساعد عند مدلك أجنبي كان عنده مركز معروف جدا في القاهرة، ومع الوقت بقى يفهم الشغلانة كويس، خصوصا ان العلاج الطبيعي ما كانش منتشر في مصر زمان وكان اغلب اللي شغال فيه اجانب. وبعد ثورة يوليو وخروج عدد كبير جدا من الاجانب، العطفي لقى نفسه ماسك المركز لوحده، او على الاقل بيديره بشكل شبه كامل. وطبعا اسمه بدأ يكبر وسط الطبقات الغنية والشخصيات المعروفة. العطفي كان راجل ذكي اجتماعيا بشكل مرعب، يعرف قوي يخلي اللي قدامه يرتاح له ويحكي قدامه بدون اي خوف، ودي اخطر موهبة كانت عنده. ومع الوقت ابتدى يتعامل مع رجال كبار وفنانين ورياضيين وشخصيات مهمة، خصوصا بعد ما الدولة ابتدت تهتم بالعلاج الطبيعي بشكل أكاديمي، وظهرت بعد كده معاهد متخصصة. دخل المجال بشكل رسمي، لكن عنده هوس كبير وغريب جدا بالألقاب والشكل الاجتماعي، وكان نفسه جدا الناس تناديله الدكتور علي العطفي، رغم طبعا ان الحقيقة ما كانش واخد لا دكتوراه ولا أصلا كمل بعد الإعدادية. في فترة من الفترات سافر للولايات المتحدة الأمريكية ضمن مجموعة مرتبطة بالعلاج الطبيعي، لكن بحسب التحقيقات اللي ظهرت بعد القبض عليه هو ما حققش نجاح علمي يذكر هناك، ورجع مصر بدون أي إنجاز كبير. لكن طبعا راجل رايح أمريكا ورجع منها لازم يبدأ لنفسه صورة كبيرة لما يرجع مصر، وهو ده اللي حصل. الدكتور علي العطفي رغم ان هو ما حصلش على دكتوراه بدأ يقدم نفسه باعتباره خبير علاج طبيعي. من حقه بقى، ما هو لازم يراقي نفسه، وطبيعي الناس صدقته، خصوصا مع شهرته وعلاقاته قوية. ومع الوقت ده المركز بقى معروف جدا، واشتغل مع النادي الأهلي ومع شخصيات كبيرة جدا في الدولة، وتحول من مدلك إلى مكانة اجتماعية كبيرة جدا في الدولة. وفي رحلة لهولندا حصل التطور الأخطر في حياة العطفي من غير أي ضغط
ومن غير أي تهديد أو ابتزاز راح السفارة الإسرائيلية ويعرض خدماته عليهم. ودي كانت أكتر حاجة صدمت المخابرات المصرية بعد القبض عليه، لأنه ما كانش شخص تم تجنيده عن ضغط أو تهديد أو بسبب فلوس أو فضيحة. ده هو اللي مشي برجليه وراح طالب إنه هو يكون جاسوس. طبعا في البداية الإسرائيليين استقبلوه بحذر شديد جدا، لأن أي شخص ممكن يروح لغاية عندهم ممكن يعتبر فخ. لكن بعد فترة من المتابعة والاختبارات اقتنعوا أن الراجل ده حقيقي، وابتدى التواصل بينه وبين ضابط الموساد الإسرائيلي اللي اسمه إيلي بيرجمان. في الأول طلبوا منه معلومات بسيطة عن المجتمع المصري وعن الشخصيات اللي موجودة وتعامل معاهم، وما شاء الله كان بينفذ المطلوب منه بكفاءة وبدقة كبيرة جدا. وبعدها بدأوا يدربوه بشكل أساسي على التصوير السري وعلى الحبر السري والإرسال اللاسلكي وطرق الإرسال وتسليم الرسائل والتواصل الأمني. طلب منهم طلب غريب شوية، وهو إن عاوز يكون دكتور بشكل رسمي قدام الناس. عقدة بقى، مش مجرد لقب والسلام. طبعا هنا الموساد فهم شخصية العاطفي وفهم نقطة ضعفه الحقيقية، وهو حبه للمظاهر والمكانة الاجتماعية. فقرروا يبنوا له صورة أكبر من حجمه وساعدوه إنه يرجع بصورة أكاديمية رسمية، وكمان جوزوه سيدة هولندية علشان تبقى سفرياته وتحركاته لأوروبا طبيعية جدا وما فيهاش أي شك. في الوقت ده ابتدت أخطر خطة للموساد. كانوا عارفين إن الرئيس السادات بيهتم جدا بالعلاج الطبيعي وبالتدليك، فبدأ تفكير أفضل طريقة لاختراق الرئاسة، مش بزرع طبعا ضابط أو مسؤول، لكن بزرع شخص لا يمكن لأحد هيحس بخطورته. لكن في الوقت نفسه كانت المخابرات العامة المصرية بتلاحظ إن معلومات شديدة الحساسية بتتسرب من دوائر قريبة جدا من رئاسة الجمهورية، معلومات معرفهاش غير عدد محدود جدا في الرئاسة، وده معناه إن في اختراق حقيقي. وصل وقتها للضابط اللي كلنا عارفينه، اللواء محمد نسيم، واللي كان واحد من أهم رجال المخابرات المصرية وقتها. محمد نسيم بدأ يراجع كل الناس والدوائر القريبة من رئاسة الجمهورية، وخاصة اللي حوالين الرئيس بالتفصيل. ومع الوقت ده ابتدى اسم العاطفي يلفت الانتباه، خصوصا مع سفرياته المتكررة الكتير وعلاقاته الخارجية، فبدأ مراقبته بشكل هادئ وسليم. ولما سافر هولندا اتراقب هناك، والمفاجأة يدخل السفارة الإسرائيلية بنفسه في عز النهار، وده كان أول خيط حقيقي واضح. رجالة المخابرات ما استعجلوش، فضلوا يجمعوا أكبر أدلة تدينه، ومع متابعة حركاته بدقة، لأنه كان عارف إن اتهام شخص قريب من الرئيس السادات لازم يكون مبني على أدلة قاطعة. وبعد ما اكتمل الملف اتحدد موعد بالغ الخطورة، مقابلة ما بين مدير المخابرات العامة والرئيس السادات نفسه في القصر الجمهوري. الملف وقتها كان صادم جدا، ومدير المخابرات العامة ابتدى يعرض الأمر والتفاصيل على الرئيس. في البداية الرئيس السادات رفض يصدق تماما، واعتبر أن الأمر فيه مبالغة أو سوء تقدير، خصوصا أن العاطفي كان قدامه طول الوقت بشكل طبيعي. وتحول النقاش للحظة غضب حقيقية، وسأل الرئيس السادات بشكل مباشر مدير المخابرات مين هو الضابط المسؤول عن التحريات. ولما عرف أن اللي ماسك القضية محمد نسيم سكت، لأنه نسيم كان معروف جدا في أجهزة الدولة أنه واحد من أهم وأدق رجال المخابرات العامة المصرية، وراجل مستحيل يرفع تقرير زي ده إلا لما يكون متأكد منه. وهنا الرئيس السادات ابتدى يتعامل مع الموضوع بشكل تاني خالص، وطلب استمرار المراقبة والقبض على العاطفي في أسرع وقت، لأن أي تردد وقتها ممكن يدي فرصة للعاطفي أنه يهرب أو يختفي للأبد. وفي مارس 1979 يا مؤمن كان العاطفي راجع من هولندا، واتجهزت خطة للقبض عليه فور نزوله من مطار القاهرة، لكن فجأة اختفى من الرحلة. وده طبيعي لأن الموساد كان عامل خطة يغير بها خط سيره في آخر لحظة كاحتراز أمني.
وبعد ساعات بسيطة قليلة وصل بيته في الزمالك، وكانت طبعا المخابرات العامة المصرية سابقاه هناك ومنتظراه. دخل اللواء محمد نسيم بنفسه ومعاه القوة المكلفة بالقبض على العطفي في الأول حاول يتكلم بهدوء وبثقة تامة جدا، ويقول لهم أنه هيكلم الرئيس السادات شخصيا. لكن مع التفتيش ورغم أنه هو كان متحفظ جدا بدأت تظهر الأدلة، كاميرات صغيرة وألوان وحبر سري وصور لمواقع حساسة. وبالرغم من ده كله فضل ينكر لحد ما اللواء محمد نسيم خرج له صورة ليه هو واحد من الموساد في هولندا. في اللحظة دي انهار تماما، ما يقدرش يقول بقى انها ذكاء اصطناعي، واعترف انه هو بيتجسس لصالح دولة الكيان من سنة 1972، يعني قبل حرب 73 بسنة. ودي أخطر النقاط اللي كانت موجودة في القضية، لأن وجود شخص زي ده كان ممكن يعرض البلد كلها لكارثة حقيقية لو وصلت له معلومة حساسة بميعاد الحرب أو تحركات الجيش. اتحاكم العطفي واتسجن، ورفضت مصر كل الضغوط وكل المحاولات الإسرائيلية للإفراج عنه أو مبادلته، وقضى بقى عمره كله في السجن لغاية لما جاله عمى. طبعا طول فترات السجن كان بيحاول يقدم على طلب إعفاء، وأول طلب قدمه طبعا كان للرئيس السادات اللي رفض تماما العفو عنه، ومن بعديها الرئيس حسني مبارك وبرضه لم يعفو عنه، وفضل في السجن لحد ما توفى سنة 1990. وبعد وفاته بسنين ظهرت إشاعات بتقول إنه متورط في قتل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن طريق مواد سامة أثناء التدليك، لكن الحقيقي إن مفيش أي دليل تاريخي يثبت الكلام ده، وفضلت مجرد شائعات بدون دليل. أغرب حاجة الراجل ده قالها أثناء التحقيق إن هو حاول يبرر اللي هو عمله ده قدام المحققين، وقال لهم بالحرف إنه كان ناوي يبطل جاسوسية بعد أسبوع، وكان ناوي يتوب إلى الله، وكأن اللي بيعمله ده مجرد شغلانة عادية قرر يسيبها، مش خيانة كانت ممكن تغير مصير بلد. والحقيقة إن أخطر حاجة في قصة علي العطفي ما كانتش بس المعلومات اللي سربها، لكن الفكرة نفسها، فكرة الاختراق، إنه ممكن ما يجيش عن طريق مسؤول موجود في الدولة، لكن من شخص الناس كلها مطمنه له وشايفاه جزء طبيعي جدا من المشهد اليومي. حقيقي كانت واحدة من أهم الدروس اللي مصر اتعلمتها واللي خرجت بيها الأجهزة الأمنية وقتها. الحرب الحقيقية مش دايما تكون عن طريق الحدود، ساعات تكون جوه الغرف المغلقة وجوه دوائر الثقة نفسها.